السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي إبداع الست المصرية. يا ريت لو مشتركتش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بسرعة معانا. بصي الفيديو النهاردة، شايفة الجردل منظره عامل ازاي؟ رديء، الحاجات اللي جوه دي ما بتطلعش، لازقة وحاجة كده يعني. هنخليه مع بعض حاجة تحفة. أول حاجة، شلت الايد، جبت قطعة قماش عندي. بصي قطعة قماش عندك بتاعت اي حاجة انتي موجودة. قبل كده عملناه بطرحة قطن. المرة دي عملناه بقطعة قماش باقية، مثلا شلتيها من اي حاجة كانت طويلة، ايا كان يعني ايا كانت بتاعت ايه. هنشتغل مع بعض بيها. المهم ان لونها يكون عاجبك وقماشتها تكون شكلها حلو. هنبتدي نشتغل على طول. خدت مقاس الجردل من جوه زي ما انت شايفة، ورحت قصة زيادة، ورحت لزق الحرفين على بعض عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان انا اغلف الجردل بتاعي من جوه. قلبته كده وعدلته ورحت حطاه ورحت واخده المقاس بتاعي. طيب انا خدت المقاس بتاعي ازاي؟ خدت مقاس من مكان ما انا ما بلزق كده بالظبط لطول الجردل من جوه، وبعديه ب2 سنتي. يعني الحتة دي بطول الجردل بزيادة 2 سنتي علشان تقفيله في الآخر يبقى مظبوط وما يتعبناش. جيت كده لزقت الجردل ولزقت القماشة في الجردل زي ما انت شايفة كده. هبتدي بقى عايزة الحتة اللي في النص، فجبت الغطا معايا وجبت قصيت بقى قطعة من النص كده بالمقص، ورحت جايبة قطعة قماش عشان خاطر اغلفها بيها، عشان اخليها في الجزء اللي في النص عشان خاطر تثبت معايا القماشة. جبت قطعة القماش ورحت قصتها زي دايرة كده. مش لازم تبقى دايرة مظبوطة او مش مظبوطة، المهم ان قطعة القماش نعرف ان احنا نلزقها على حتة الغطا دي. طيب لو انا ما عنديش، عندي الجردل مثلا بس ما عنديش الغطا، اعمل ايه؟ ممكن اي قطعة كرتون تكون قوية شوية هنقصها بنفس الطريقة، نعملها برضو بنفس الطريقة، يعني هنعمل لها برضو نفس الدايرة كده. ناخد المقاس من القاعدة ونروح حاطين عليها القماشة وقصينها دايرة برضو ولازقينها زي ما انت شايفة كده. التشريط اللي في القماشة من بره دوت بيسهل علينا ان احنا واحنا بنلزق القماشة يبقى سهل علينا واحنا بنلزقها، تبقى ما فيش صعوبة يعني. كده لزقت ايه كده القاعدة معايا بتاعت الجردل من جوه. ظبطت بقى القماشة من جوه بتاعت الجردل وعدلتها كده، ورحت حاطة على الحتة ديت لزق وبالشمع، وبعدين رحت منزلاها كده. بصي تقفيلة معايا تمام من جوه ولزقت من تحت وخلصنا من جوه. طيب الجردل بقى من بره، جبت قطعة قماشة تانية على شكل دايرة كده برضو على قد مقاس القاعدة من تحت، ورحت لازقة في النص الأول كده، وبعدين هلزق الجوانب. ليه؟ علشان خاطر وانا بخلص الشغل بتاعي الفينش بتاعي في الآخر يطلع مظبوط، ما يطلعش فيه اي عيوب او اي ديفوهات. لا احنا عايزين نعمل شغل احلى من جاهز 100 مرة علشان خاطر نقول معا ضد الغلاء. ضد غلاء اي حاجة. لو انا احتجت اي حاجة ما اضطرش ان انا اشتريها بالغالي ابدا. جبت قطعة قماش تانية وابتديت ان انا الزقها زي ما انتوا شايفين. قطعة القماش دي كانت في الديل بتاع الدرس، ولما قصيته كان الحرف بتاعها متني كده، فانا استغليت بصراحة الحرف المتني دوت ان هو يبقى هو باين هنا كده، علشان خاطر ما يبانش حرف القماشة، لا يبان اللي هو الايه، الحتة المتنية دي. مشيت بقى خدت الجنب كده ومشيت على الحرف مع اهو مكان ما احنا ما لزقنا القماشة التانية هنلزق دي برضو. خلصت كده معايا وثبت القماشة بتاعتي. هبتدي كمان ان انا اثبت الجنب واخلصه كده واثبته كويس جدا بالشمع. طيب انا القماش اللي فاضل عندي تحت دوت هعمل فيه ايه؟ هقولك دلوقتي يا ست الكل. جبت بقى المقص وهقص معاكي على قد الجردل بالظبط. انا حسيت ان انا لو قصيتها قبل ما اعملها مش هتطلع معايا مظبوطه، ممكن القماشه تطلع معايا مش مظبوطه، ممكن يبقى جنب طويل جنب قصير كده.
فرُحت بعد ما عملتها كده لقيتها طلعت معايا مضبوطة جدًا وبقت تمام. طيب هالزقها إزاي؟ بادخّل حرف المسدس من جوّه كده وبامشي، بس باحط شمع وبامشي بإيدي كده وأروح لازقة بإيدي التانية زي ما أنتِ شايفة. تمام، تمام. طيب خلّصنا الجردل، خلّصنا الجردل. طيب الإيد بقى اللي إحنا سِبناها في الأول دي هنعمل فيها إيه؟ جِبت معايا ده بقرة ستان لونها نبيتي، هتمشي مع الألوان بتاعتنا عشان القماشة بتاعتنا لونها كشمير، فالنبيتي هيبقى جميل معايا. هابتدي إن أنا زي ما أنتِ شُفتِ كده ثبّتت الشريطة في الأول، وبعدين لفّيت على الإيد داير ما يدور كده بطريقة حلوة، وما خلّيتش اللون الأبيض ده باين خالص. لحد الآخر خالص، وبعدين هاروح قاصة الزيادة، وهاروح حاطة مقفّلاها كده. تمام. طب أنا هاحطها إزاي بعد ما حطيت القماش؟ بصبعي كده هاحسس على الجردل لحد ما ألاقي مكان الخرم بتاع بإيدِك كده هتحسيها. روحي فاتحة فتحة صغنونة خالص بحرف المقص كده زي ما أنتِ شايفة، وبعدين نروح مدخلين الإيد الحتة بتاعة الإيد اللي طالعة لبره دي، نروح مدخلينها جوه في قلب الخرم أو الفتحة بتاعتها تاني. طيب تمام. طب هنزوّق الجردل، هنزوّقه بإيه؟ عندِك بقى شرايط ستان هتعملي بيها ورد، شرايط أورجانزا زي ديّة هتعملي بيها ورد، تُل. بُصّي الحاجة اللي موجودة عندِك هتبتدي إن أنتِ تشتغلي بيها، تُل بقى، جوبير، أيًا كان، ما تُقفيش على حاجة معيّنة، أي حاجة موجودة عندِك تقدري إن أنتِ تشتغلي بيها. هتبتدي كده إن إحنا لزقنا كده البداية، وبعدين هنلف عليها داير ما يدور بمسدس الشمع ونثبتها. أنا عايزاها زي خط مستقيم كده تمشي داير ما يدور عليها باستقامة. هنا بقى بعد ما خلصت قصيت بقى الزيادة ورحت لازقة معايا التل. طيب التل، طيب أنا هعمل بيه إيه تاني؟ هاجي الجزء اللي فوق، طبعا التل معايا عريض، أنا مش عايزة في الحتة اللي فوق ديّة، أنا هاخلّي النُص برّه والنُص جوّه، يعني نُصّه هيبقى برّه الجردل زي ما أنتِ شايفة كده، والنُص التاني هيبقى جوّه. جيت عند الإيد هنا وقصّيت حتة صغنّنة بس كده عشان خاطر تعدّي بس الإيد منها، وبعدين نكمّل بالتُل برضه بقية الجردل بتاعنا. طيب أنا كده خلّصت اللي في النُص. طيب أنا هاثبّت بقى الحتّة اللي فوق ديّة. طيب النُص اللي باقي هاحُط بمسدس الشمع كده، هاحُط شمع جوّه وابتدي أدخّل بقية الجوبير أو التُل بتاعي لجوّه. أهو شُفتِ سِبِت معانا وبقى تمام وشكله حلو ولزق مع القماشة، شكله جميل جدًا. طيب الورد الستان ده هنعمل بيه إيه؟ هاجيب كده الجردل في القطعة اللي في النُص دي بقى هي سادة أهي، لأ إحنا هنحط فيها ستان كده نخلّي مسافة ما بين كل وردة والتانية قد بعضها. يعني لو أنتِ مش عايزة تحطّي كمية الورد مثلًا، عايزة تحطّي 3، 4 وردات، فهتخلّي المسافات متساوية. يعني أقل حاجة هتحطّي 4 وردات مثلًا لو أنتِ عايزة تحطّي ورد زي ما أنا ما عملت، حطّي مثلًا في كل جنب كده وردة، فهتخلّي المسافات بتاعتها متساوية. هتعمليها زي ما أنا ما عملت برضه المسافة ما بين كل وردة والتانية هتبقى متساوية. طيب أنا كده خلّصت الحتّة اللي في النُص. طيب الإيد بقى في الحتّة اللي هي البيضة ديّة، جِبت برضه وردة ستان معايا وحطّيت في الجناب مكان الحتّة البيضة بتاعة الإيد ديّة، وبقية الورد اللي معايا دوّة بعد ما قُلت لأ مش هاحُط حاجة على الإيد، بصراحة لقيته شكله جميل أوي إن أنا أخلّيه على الإيد من فوق كلّها كده، هتدّي منظر جميل أوي وmix مع كمان الجردل من تحت، هتبقى شكلها حلو. ابتديت وزّعت كده الورد واحدة والتانية، واحدة والتانية لحد ما أخلّص الجردل من فوق. كده بقى معانا الجردل بتاعنا بعد ما خلّصناه.
إيه رأيِك بقى يا ست الكل في الجمال والحلاوة اللي إحنا عملناها ديّة؟ تخيّلي ده الجردل الرديء اللي كان مش نضيف خالص وكان شكله وِحِش، تخيّلي بقى بقطعة قماش قديمة بشوية حتّة ساتان كده وحتّة تُل، شوية ورد ساتان كده عملناه، بُصّي حاجات بسيطة جدًا ما كلّفناش أي حاجة خالص، غير صابعين الشمع وحتّة التُل والستان اللي إحنا عملناهم. تخيلي بقى تعملي حاجة جميلة جدًا، جدًا ومش مكلفة خالص. شوفي الحاجات دي بنروح إحنا نشتريها من برّه بكام، تقدري إن أنتِ بقى تستعمليها في المطبخ، في البلكونة، في المشابك، تستعمليها في الأوضة، تحطي فيها استعمالاتِك اللي أنتِ عايزاها. ما تنسينيش في اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.